الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات. أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات. علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدد الظلمات. والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات. يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات. يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين القانتين الراكعين الساجدين، وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه المتقين المنيبين، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، ها هو رمضان قد تصرمت أيامه وتقلصت ساعاته وانقضت لياليه وشارف على النهايات. وكم من مستقبل له لم يكمله، وكم من مؤمل له لم يدركه. ولكن هذه البقية التي بقيت من شهركم، أي بقية هذه؟ إنها عشره الأخيرة ولياليه السعيدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بها أيما احتفاء. في العشرين التي قبلها يخالط الصلاة بنوم، فإذا دخلت العشر الأواخر طوى الفراش وهجره وشد المئزر وأيقظ أهله واجتهد وجد في طاعة ربه، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة حتى نشفق عليه صلى الله عليه وسلم. وإن هذه العشر الأخيرة هي أفضل أيام السنة قاطبة على الإطلاق، هي أفضل الأيام قدرا وأسماها عند الله منزلة وأعظمها عند الله أجرا. فكم لله عز وجل من عتيق من النار، وكم من أسير من الذنوب وصله الله عز وجل بعد أن قطعته الذنوب فكتبت له السعادة من بعد الشقاء. إن هذه العشر الأخيرة هي مدرسة للقلب حتى يصفو القلب وتصفو الأوقات بلذيذ المناجات، وتسكب فيها العبرات بكاء على السيئات. وإن المطلوب منا في هذه العشر الأخيرة من رمضان أول شيء الإكثار من الدعاء، فإن في العشر الأخيرة أحوال شريفة. عند الفطر للصائم دعوة لا ترد، ما لنا لا نعطي الدعاء قيمة ولا نلقي له بالا. إن للدعاء أثرا كبيرا في حسن العاقبة وفي تغيير النفس وفي إصلاح الواقع. إن الدعاء عجوا به وأكثروا به والجأوا إلى مولاكم، ففي الدعاء لذة المناجاة وحقيقة العبودية، والمحروم من حرم الدعاء. ألم يقل صلى الله عليه وسلم:
مستعيذا ألم يستعذ صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع؟ ألم يستعذ عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ إن في رمضان وفي عشره الأخيرة أوقات فاضلة في الأسحار، إذا تهجدتم أو قمتم تصلون فاذكروا الله في هذه الساعة وادعوه والجوا إليه. وفي أدبار الأذان بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، وفي السجود وفي دبر الصلوات وفي غيرها من المواضع الشريفة. وعند الفطر لا تنكب على الطعام ولا تهتم بالشراب ولا تعبه بالبطن، كن منكسرا وداعيا إلى الله عز وجل وداعيا ربك. إن الدعاء مما هو مطلوب في هذه الأيام، إنها أيام رحمة، فتعرضوا لرحمة ربكم واستنزلوها برفع الأكف والضراعة إليه سبحانه. يقول علماء السلوك والتربية في الإسلام إن أبواب الملوك في الدنيا لا تطرق بالأيدي ولا تضرب بالأحجار، ولكن بنفس المحتاج، فكيف بملك الملوك وبعلام الغيوب؟ إن الذي نرجوه في هذه الأيام العتق من أن نعتق من النار، وأن تكتب لنا السعادة التي لا شقاء بعدها، وأن يختم لنا بخير كما بدأنا الشهر بخير. وإن من ختام الشهر أن تقدم بين يدي نجواك صدقة، وإنك تريد من ربك القبول. صمت شهرا كاملا، صليت التراويح، راوحت بين البيت وبين المسجد، أتيت إلى التهجد، لزمت القرآن، رتلت الآيات، كنت ذاكرا لله، قدم بين يدي نجواك صدقة. فلذلك جاءت زكاة الفطر متممة لذلك. إنك بعد أن قدمت العمل الصالح قدمت لله صدقة، ترجو أن يقبل منك ما مضى وأن يتقبل منك الصالح من العمل. إن الدعاء مهم جدا وعلى أهميته، إن الكثير من الناس يغفل عن الدعاء، وعليكم بجوامع الدعاء. أولم يأتي في سنن أبي داود والترمذي أن العشر الأواخر هي أيام الدعاء، وإن الدعاء المفضل فيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، كما في سنن أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها. إنها أيام الدعاء، عليكم بجوامع الكلم من الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعرضوا لرحمة الله، واسألوا الله عز وجل أن يعيذكم من النار. المطلوب الثاني من مطلوبات هذا الشهر، هذه الأيام الأخيرة من الشهر، تحري ليلة القدر. والقدر كلمة للشيء العظيم في مقداره وجلاله، ولذلك لعظمة الليلة سماها الله عز وجل بليلة القدر، القدر العظيم والشرف الجليل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، من باب تفخيم حالها وتعظيم شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، هي خير من 1000 شهر. العبادة في ليلة القدر تساوي عبادة 1000 شهر، تساوي عبادة 1000 شهر. إنها ليلة عظيمة، من عبد الله فيها كأنما عبد الله 83 عام وأربعة أشهر بدون انقطاع. وإن هذا من رحمة الله بهذه الأمة. إنها الليلة التي يقضي فيها الله الآجال والقضاء بإسعاد السعداء وشقاء الأشقياء. فيها يفرق كل أمر حكيم، كل الأمور التي يجريها الله عز وجل على العباد هي مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ تنزل إلى سماء الدنيا في صورة آجال العام وأرزاقه وأقواته وسعادة السعداء وشقاء الأشقياء. وإن العبد لتجده يضحك ويفرح يوم العيد مع أهله، وقد نزل أجله في ليلة القدر بأنه لن يدرك الليلة التي بعدها أو لن يدرك العام الذي بعده.
إنها آجال الله، وإنها أرزاق الله، وإنها ساعة رحمة الله. تعرضوا لليلة القدر فإن في أجسادنا ضعفا وفي هممنا عجزا. ولذلك حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن رجل في بني إسرائيل ركب الفرس 70 سنة لم ينزل من الفرس، ثقل ذلك على الصحابة، قالوا ولا ندرك ذلك، فأنزل الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنها ليلة واحدة، ليست كما يتوهم بعض الناس أن ليلة القدر تأتي لبعض الناس ولا تأتي لآخرين. ومن عجيب فهم بعض الناس أنه يربط الليلة بالدنيا، فلو أن شخصا استغنى فجأة أو جاءه غنى أو جاءه مال كثير فجأة، يقول الناس فلان جاءته ليلة القدر. بتخيل إنه ليلة القدر دي بتجي لناس وناس ما بتجون. عشان كده ناس يقول لك أسمع، إنت ليلة القدر دي بتجي بسرعة، السماء دي بتتفتح وبيشوف نور، الحاجة الدائرة أقولها بسرعة سرعة، كان انقفلت تاني ما عندك طريقة. قال لك السماء مقفولة منه، حتى السماء مفتوحة. الله عز وجل لا يغلق أبوابه عن الناس. إن الله عز وجل هو الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ليلة القدر ليلة في العشر الأخيرة من رمضان أخفى الله الليلة، فهي ليست ليلة 27 كما يعتقد بعض الناس، هي ليلة متنقلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت، والحديث في مسلم، أني سجدت في صبيحة ليلة القدر على ماء وطين فكانت ليلة 21. إنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان تتنقل، ففي سنة تكون في 25 في ليلة 25، وفي سنة ليلة 27، وفي سنة الليلة 21، وهكذا تتنقل ليلة القدر. وأخفاها الله حتى يجتهد الناس العشر الأواخر كلها ويتحروا في بعد ذلك. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح. الملائكة في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى على الأرض من كثرتهم، يحتفون بهذه الليلة التي يقبل فيها من يقبل ويسعد فيها من يسعد ويشقى فيها من يشقى. اللهم لا تشقنا، اللهم اسعدنا، اللهم اسعدنا، اللهم اسعدنا ولا تشقنا. يشقى فيها من يشقى ويسعد فيها من يسعد ويعتق فيها من عتق ويفوز فيها من فاز. إن العشر الأواخر هي ليالي الاستثمار الحقيقي. نعم، ليالي الاستثمار الحقيقي. انظر إلى المواصلات في العشر الأواخر، لا تكاد تتوقف المواصلات، كل الناس في الأسواق، معظم الناس في الأسواق. إنها ليالي الاستثمار الحقيقي لبعض الناس. بعض الناس من المؤمنين يستثمر ليلة القدر ويستثمر العشر الأواخر من رمضان باعتكاف دائم في المساجد وملازمة مستمرة للعبادة حتى تنقضي الأيام. وأما الأسواق فحدث عنها ولا حرج، حتى الفجر وحتى وقت السحر تجد الناس يترددون بين بيوتهم وبين مناطقهم وبين الأسواق، والمواصلات شغالة. موسم لناس الحفلات، وموسم لناس الأمجادات، وموسم لناس البوتيكات، وموسم لناس العربات. موسم كبير، لكنه موسم أيضا واستثمار حقيقي أيضا لأهل الإيمان الذين يغتنمون فيه كل فرصة ولا يضيعون منه سانحة، يلازمون فيه العبادة بخشوع وسمت وخضوع وذل وانكسار ودعاء وتضرع ولجوء وطلب وبكاء وعبرات تخالط المناجات. إنها الأيام الفاضلة تتنزل الملائكة. أما وإنه لو قال تنزل الملائكة فقط لكفى. قال عنها ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح، حتى جبريل
عليه السلام في ليلة القدر من بعد المغرب وحتى الفجر هو موجود في الأرض، موجود في الأرض. وأهل الإسلام في أنحاء الدنيا وفي أرجاء المعمورة يعبدون الله، يراوحون بين جباههم وبين مواضع السجود، يقومون ويصلون، هم منتشرون في أرجاء الدنيا. كم من عابد لله وذاكر لله وقائم بين يدي الله وتال لكلام الله في أنحاء الدنيا، والملائكة موجودة في كل مكان محتفية بالمسلمين. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، سلام هي. أهل التفسير يقولون سلام هي مرتبطة من كل أمر، من كل أمر سلام هي، أي لا خوف فيها. في ليلة القدر انشراح يفيض على قلوب المؤمنين وسعادة غامرة وطمأنينة، والجو هادٍ وساكن، الهواء ليس فيه شديد، والليلة لا باردة ولا حارة، ليلة معتدلة. سلام هي، سلام من كل ما يخوف، فيها هيبة يحس الإنسان بالهيبة والسكينة من نزول الملائكة وتنزلها. سلام هي حتى مطلع الفجر، أو من كل أمر تنزلت الملائكة والروح بأمر الله، وأمر الله في الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء والرحمة والمغفرة. كل أمر من أمور الله، أو بكل أمر من أمور الله تنزلت الملائكة، أو سلام هي من كل أمر من الأمور التي تخوف الناس. سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى تطلع الشمس، وتطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر ساكنة وحمراء بغير شعاع، ساجية هادئة، حتى الشمس تخرج في صبيحة ليلة القدر وهي ساكنة وساجية وحمراء بغير شعاع. سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر ليست شيء في السوق الأسود. في بعضنا بيتخيل ليلة القدر دي بتجي لناس وناس ما بتجيو، يقول لك يا أخي أنا بقوم ما قاعد تجي ليلة القدر نهائي، داير شنو جيك؟ بتخيل بيجيو نور كثير أنوار، يقول لك يا أخي أنا قدر ما أقوم، ليلة القدر دي ما جاتني يا أخي. ليلة القدر من المغرب لحد الصبح، ما جاء شنو؟ دي كلها خرافات أطلقتها العامة. يقول لك السماء بتتفتح، وقال لك شفت الكلمة بتقولها دي طوال بتحصل. قال لك كان قلت كريسيدة تلقى البيت كله الحوش اتملك كريسيدة ثاني يوم. قال لك كان قلت كدايس تلقى البيت كله اتملك كدايس. عشان كده قال لك تكون حذر، بس تقول حاجة كويسة بسرعة قبل ما السماء تنقفل. يا أخي ده شو يا أخي؟ ليلة القدر ليلة عبادة. بعدين انت شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم دل على يا دعاء، ما قال قول عربي ولا كده، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا أخي الله كان عفى منك بكده. أنا دار شنو؟ والله يحسن لك من عمارات الدنيا كلها وعربات الدنيا كلها. يا أخي ربنا كان عفى منك، دار شنو انت؟ فالمطلوب الدعاء والذكر. ما تقول أشوف ولا ما في حاجة بشوفها في ليلة القدر. ليلة القدر ما في حاجة بشوفوها، هي ليلة. ولو في زول قال لي أنا داير أدري ليلة القدر، أقول له الأمر أسهل ما يكون. قم العشر الأواخر من رمضان كلها، أقسم بالله العظيم أنك أدركت ليلة القدر. العشر الأواخر كلها قومة تكون أدركت ليلة القدر يقينا، لأنه أصل ليلة القدر ما خارجة من العشر الأواخر خلاص. فبالتالي تحروا ليلة القدر واحرصوا عليها. المطلوب الثالث من مطلوبات العشر الأواخر الاعتكاف في المسجد. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في المسجد. وفي الاعتكاف مدرسة الانقطاع عن الخلق. كفاك الموبايلات شغالة، لا خلينا قريبة
لا خلينا سوداني، يقول لك سوداني مجاني الأيام دي، الناس يضربوا ضرب ويتكلموا بالساعات وفي فارغ سكت. ولا خلينا كنار، يا أخي نضمنا 11 شهر و20 يوم نحن ننضم مع الخلق. اخلو بنفسك في العشر الأواخر واجرد الحساب، شوف نفسك انت وين، أين تقف، ما هي ذنوبك، أين الخلل الذي في شخصيتك. إن الاعتكاف مدرسة عظيمة تعلم العبد أن ينقطع عن الخلق. وفي الاعتكاف تعليم للمسلم أن الوقت أغلى شيء، فلذلك هو لا يضيعه إلا في حق. في الاعتكاف قيمة الوقت تتجلى. انت ما عندك طريقة تونس مع زول، في ناس بيعتكفوا بيتونسوا، وهذا من إشكالات الشباب، تلاقوا في الجامع بعد ذاك يعدها كلها ونسة. يا أخي انت ما جيت تونس. في الاعتكاف تعليم أن الوقت أغلى شيء في حياة المسلمين، وأنهم لا يضيعونه إلا في قربة، ولا يفعلونه إلا في طاعة. ثم في الاعتكاف كما قال ابن القيم عكوف القلب على نعم الرب والخلوة بالله العظيم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كان صلى الله عليه وسلم في المسجد يضرب له خباء، يعمل له خيمة صغيرة جوا الجامع، بعد ما يصلي بالناس جوا الجامع يخرج جوا خيمته دي، يخلو بنفسه، يخلو بربه. سئل يحيى بن معاذ عن العبادة، ما العبادة؟ قال العبادة حرفة، حرفة مهنة زي الطب، الهندسة، الميكانيكا، النجارة، الحدادة، حرفة حانوتها الخلوة وربحها الجنة. العبادة، شوف التعريف الراقي للعبادة، العبادة حرفة حانوتها دكان الخلوة بالله، هذا هو أساس وقوام العبادة، وربح هذه الحرفة الجنة. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذه بعض مطلوبات العشر الأواخر من رمضان، من حققها حقق النجاح وأدرك الفوز، وكان رجاء مغفرة الله أن يغفر له. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتقبل منا وأن يتقبلنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المطلوب الرابع من مطلوبات العشر الأواخر من رمضان التهجد والقيام. من لم يعتكف فليتهجد في بيته، من لم يكن حافظا فليقرأ من مصحفه، فإن ذلك مما يجوز. أمسك المصحف واقرأ وتهجد وقم لله عز وجل. أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة قصة عجيبة، قال كان هنالك رجل يعبد الأصنام، فجاء الناس من أهل الإسلام وأقنعوه أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. وفي ليلة إسلامه وجدهم نيام فأيقظهم، قال إلهكم الذي دللتموني عليه أينام؟ الرب قلت لي عنده كل شيء ونؤمن به
والخلق السماء والخلق أي حاجة. ربنا ده بنو قالوا هو عظيم أجل من أن ينام. قال بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم، ربكم لا ينام وأنتم تنامون ولا تسألون. نعم، إن العشر الأواخر فيها أسحار، ليست العشر الأواخر فقط. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن عبادة الليل كما قال عبد العزيز بن عمير رحمه الله تعالى قال فإن أثر الخدمة على عيونهم وإن طول القيام لربهم على وجوههم. إن الرجل لا ينقطع إلى ملك من ملوك الدنيا يخدمه فيتظهر أثر الخدمة عليه، فكيف بمن انقطع إلى ملك الملوك وعلام الغيوب. حسن في زول شغال مع ملك من ملوك الخليج، شغال طباخ، لو شغال طباخ ولا سفرجي، ده مرتبه بيكون أعلى مرتب ناس كتار، وكل مرة بيدوا لك كشحة كويس. يجي في السودان شنطوا إلا شراب الدفار. يجيك أول حاجة من شغال طباخ في قصر ملك من ملوك الخليج، أنا شفتهم الواحد والله سوداني كده والله ما شاء الله ناعم وشه ناير. تقول لي يا أخي أنت مالك؟ يقول لك أنا شغال مع الأمير فلان. بالله أنت شغال مع الأمير فلان، ده أثر النعمة بتاعته عليك لأنك خدمته. فكيف بمن خدم الله؟ كيف بمن عبد الله وانقطع إليه؟ يا أخي والله يجي أول حاجة ما شاء الله. طبعا لو جاء خدم في السودان شهرين بيتغير مع الكتاحة دي والكهرباء القاطعة دي، والله يا من اقتنع طوال يرجعوني بسرعة. يا أخي يجي شغال طباخ عند الأمير والله يجيب شنط يعمل للناس زعيم، يجي يقنب كده أول حاجة الجلابية باكر ديك الدرب والعلم قدر الليل وباكر، ويجي يوزع في الريح ويدي الناس ويعمل ويدي الجلاليب. الناس يقولوا والله يزول ده، تقول ده الأمير ذاته، يقولوا ده تقول الأمير. والله في ناس شغالين سفرجية وطباخين لما يجوا هنا في السودان يعمل لك فيها أبو عرام. يا أخي واحد يجيك من هناك أول ما يجيك يقول لكم إيش لونكم؟ إيش لونكم شو يا أخي؟ ما تقول كيف حالكم؟ إيش لونكم شنو؟ يقول له سكر يقول لك سكر. أنا بتضايق جدا من الزول بيتغير ده. ما تتغير مالك يا أخي، خليك زول زي ما أنت مشيت مالك يا أخي. سكر شنو؟ إيش لونكم شنو؟ فالزول اللي بينقطع إلى ملوك الدنيا ويعمل تحتهم يكرمونه. والله شفتها عندهم وفاء بالنسبة. زول كان شغال معه والله مرات يدوز زكاة يقول امشي وزع على هلك، امشي هك يدوز زكاة يقول امشي وزع على. يا أخي دين الملوك ما بيساووا حاجة، قال ملوك الدنيا، فكيف بملك الملوك وعلام الغيوب؟ قيام الليل انقطاع إلى ملك الملوك وإلى علام الغيوب. كان عمرو بن الأسود السكوني رحمه الله تعالى كما جاء في سير أعلام النبلاء عند الذهب كان يقوم الليل يصلي ويبكي حتى إذا أراد أن يرجع إلى فراشه ما استطاع أن يرجع إلى فراشه إلا حبوا. تخيل زول عبد الله لو دار يرجع لفراشه لا يستطيع أن يرجع إلى فراشه إلا حبوا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون الليل كله قام. ليه نتكلم عن السلف؟ وعندنا إمام السلف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يقوم الليل ب8 ركعات لا تسأل عن طولهن ولا عن حسنهن. كان إذا فرغ منها فرغ مع فروع الفجر. لما ينتهي من تهجده يوميا خلاص الفجر دار يأذن يوميا قام الليل كله بآية واحدة إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها ويبكي حتى الفجر. قام الليل بآية ونحن نقدر؟ والله ما عندنا صبر، طاقة قدر دي ما عندنا. يا أخي الواحد بيتململ ململة، يتململ ململة ما بيقدر. نحن عندنا صبره. العبادة دائرة صبر، وبالتالي عبادة الليل هي من أجل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أفضل صلاة الليل، لأن الناس نايمين. إن في الجنة غرفا أعدها الله في الجنة يرى ظاهرها من باطنها لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل. والناس نيام فعلا، قد بيكونوا صحيين شوية. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني، قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجه فقامت فصلت معه، فإن أبت نضح الماء على وجهها. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي ثم أيقظ زوجها فصليا ونضحت الماء على وجهه إن أبى. وفي لفظ إذا قاما وصليا ركعتين كتبا عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ركعتين بس، والله الموضوع ده ما كثير، ركعتين في نص الليل تصحي مرتك. كانت عمرة زوجة حبيب العجمي، وحبيب العجمي عالم يحفظ القرآن بالروايات، توقظه زوجته عمرة تقول يا حبيب قوافل الصالحين مضت وزادنا قليل لا يبلغنا والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل، قم يا حبيب نصلي لله سويا. شو المرة الصالحة دي؟ وبالتالي عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. صححه الألباني في إرواء الغليل وفي صحيح الجامع الصغير. قيام الليل هو إذا بيدر عليه. قوموا الليل في هذه العشر الأواخر، أيقظ أهله وشد مئزره، إما اجتهد وإما أنه اعتزل النساء، شد مئزره وقام يصلي. يا أخي الله يقومنا. أنا لقيت لي أثر خوفني. يقول الله لجبريل كل ليلة ابعث فلان وأيقظه وأنم فلان. كل ليلة. في حسن احنا في ناس بيقوموا لي في رمضان، الله قومون في كل ليلة قيام الليل توفيق. انت قال أي زول بيقدر يقوم الليل؟ هو أي زول بيقدر؟ قيام الليل توفيق. وإنه تعرض لنفحات الله في أوقات الأسحار. في وقت السحر تدعو الله وترجوه وتسأله وتتملقه وترفع إليه حوائجك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. انت عارف هرم بن حيان رحمه الله ده الناس بيقوموا الليل وقت السحر، قاعد جاء واحد من طلابه قاعد جنبه قام يستدل بالشعر نهره، قال أهذه ساعة، هذه ساعة النزول الإلهي، أهذه ساعة تقال فيها الأشعار. والله نحن ناس النيل الأزرق لا بيعرفوا سحر لا بيعرفوا ظهر، الغنى شغال جد. يجيبوا لك زول بيعودوا الساعة 2 صباحا يغني. يا أخي يقول الغنى حلال، ده وقته، ده وقت الغنى ده. والله أنا بستغرب. وناس تلقاهم قاعدين الساعة 2 صباحا و3 صباحا يعاينوا في فيلم وربنا نزل. يا أخي ده أي غفلة، أي غفلة أعظم من هذه الغفلة.
إن العشر الأواخر من مطلوباتها التهجد وطول القيام وكثرة التعبد. الحسن بن صالح ابن حي رحمه الله عنده جارية باع رقيق، باع في السوق. الرقيق دي مشت للناس الجداد، صحتنا الساعة 2، قالت الصلاة، قاموا عاينوا كده للساعة، قالوا لها إن الفجر لم يحين بعد. قالت ألا تصلون بين العشاء والفجر؟ قالوا نعم. قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ذهبت إلى سيدها الأول تبكي، قالت لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل، بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل، وإني أخاف أن تصيبني غفلتهم، سألتك بالله ثم بحقك علي أن تردني. فردها. بعد ما باع رجعها. دي جارية باعوها، لقت الناس بقوموا ليه، استغربت، قالت انتوا بتقوموا ليه؟ حاجة عجيبة دي والله. كان جات هنا، ده حالته في زمن التابعين، يعني كان جات في زمننا ده والله يشيل حالنا كلنا. أبو هريرة وخادمه وزوجه يقتسمون الليل، يقسمونه إلى 3 أقسام. أبو هريرة يقوم الثلث الأول، بعد ذاك يصحي مرته وهو ينوم، المرة تقوم الثلث الثاني، بعد ذاك تصحي الخادم يقوم الثلث الأخير. يجوا اليوم اللي بعده يقلبوا الدوري، يقلبوا الدورة، يقوم الخادم الثلث الأول، يصحي أبو هريرة في الثلث في النص، أبو هريرة صحي المرأة تقوم هكذا إلى أن لقوا الله. دي الناس مارقين للعبادة، مارقين للعبادة الجد، وبالتالي مطلوبات العشر الأواخر من رمضان الدعاء والإكثار منه، وتحري ليلة القدر، والاعتكاف، ثم القيام والتهجد والصلاة من جوف الليل. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. اللهم تقبلنا وتقبل منا، ولا تعذبنا وأنت غني كريم يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا وأنت بنا راحم، اللهم لا تعذبنا وأنت بنا راحم، اللهم لا تعذبنا وأنت بنا راحم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا عظيمة، وإن رحمتك أوسع لنا من ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم فبخليل رحمتك اغفر واعف وامحو كثير وعظيم جرمنا وذنوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات مكتبة الصفاء، الخرطوم، شارع السيد عبد الرحمن، تقاطع شارع صالح باشا. هاتف 0129579438 0911115255 0924299797. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.